فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدلتها. أولا، يرفع بها 10 درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. فكل صلاة منك على النبي صلى الله عليه وسلم تقابل ب10 صلوات من الله عليك، أي 10 رحمات ترفعك في المقام وتمحو ذنوبك وتطهرك نورا على نور. ثانيا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. من قال هذا الدعاء بعد الأذان بصدق استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يشتد الكرب ويحتاج الناس إلى من يشفع لهم. ثالثا، كفاية الهم وغفران الذنب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فمن جعل أكثر دعائه وصلاته للنبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله همومه الدنيوية وغفر له ذنوبه وملأ قلبه طمأنينة وسكينة. رابعا، إجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ابدأ دعاءك واختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتفتح لك أبواب الإجابة، فالدعاء بين صلاتين لا يرد بإذن الله. خامسا، مغفرة الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. كل مرة تقول فيها اللهم صل على محمد يمحى عنك 10 ذنوب وترفع 10 درجات، وكأنك تغسل روحك من غبار الخطايا. سادسا، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان أقرب الناس إليه في الآخرة، ينعم بجواره ومحبته في الجنة. سابعا، قضاء الحوائج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل حاجته. رواه الترمذي. من أراد أن تقضى حاجته أو يفرج كربه فليتوسل إلى الله بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي مفتاح الفرج وباب العطاء. ثامنا، امتثال أمر الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى يصلي على عباده الذين يصلون على نبيه، أي يثني عليهم ويذكرهم في الملأ الأعلى ويرحمهم برحمته الواسعة. تاسعا، النجاة من أهوال يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله وهو عنه راض فليكثر من الصلاة علي. رواه الطبراني. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرضا الله عن العبد، فينجو من الفزع الأكبر ويكون من الآمنين يوم القيامة. عاشرا، تثبيت القدم على الصراط. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتثبيت العبد على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. من داوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله في دينه في الحياة، وثبت قدمه على الصراط يوم يزل الناس. 11، سبب لطهارة المجلس من الحسرة يوم القيامة.
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة، يوم القيامة. من يجلس مجلسا بلا ذكر ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أضاع فرصة عظيمة لكسب الأجر، فيندم يوم القيامة حين يرى أن وقته ذهب هدرا، بينما الذاكرون يجدون حسنات كثيرة في صحائفهم. 12، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث حسن صحيح. أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم هم الذين أكثروا من الصلاة والسلام عليه في حياتهم، لأنهم أكثر الناس حبا له واتباعا لسنته، فكان جزاؤهم أن يكونوا في جواره يوم القيامة، وهذا أعظم شرف يناله المؤمن.